الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي نزل قبل كده وجزء كبير من الصوت بتاعه اتمسح بسبب المعايير اللي بتفرضها علينا المنصة. فهتلاقوني نزلته تاني وشايل شوية كلمات كده وهكتبها لكم، يعني شايل الصوت بتاعها بس كاتب الكلمة نفسها. وهتلاقوني حاطط شوية ساوند افكتس. بعتذر لو كانت المشاهدة قبل كده غير ممتعة. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة الحلقة دي. مساء الخير. عاملين ايه الاخبار؟ زي ما اتمنى الصوت يكون واضح. يعني انا هحاول امسك المايك كده واحطه على نفس المسافه. زي ما انتم شايفين انا مش في السيت اب الطبيعي بتاعي، مش في المكان في الاوضه بتاعتي الطبيعيه على العادي، عشان انا مسافر اصلا. ودي فكره حلقه النهارده، هقول لكم ازاي يعني. بس عشان انا مسافر عندي شغل بره مصر، فالوقت ده انا بدي فيه تريننج في عمان. هقعد هنا شويه كمان، هقعد تقريبا اسبوعين وشويه او 3 اسابيع. فمرضتش اخر، يعني مرضتش اقول طب خلاص انا مش هعمل بودكاست غير لما ارجع. خدت معايا المايك وحاطط اصلا الموبايل على، يعني ما خدتلوش ترايبود لان مش هيكفي احطه في الشنطه ومش عارف اشيله، وهو هتبقى قصه كده كبيره. فحطت الموبايل على الكنبه، وحطت الكنبه عليها علبه مناديل كبيره كده فسنده عليها، وسند الموبايل بازازه ميه. هحاول اوريلكم السيت اب، يعني احطه لكم، بس الجيش قال لك اتصرف. ودي الفكره. انت ما تقفش ايا كان انت في، انا عارف ان ممكن الفيو ما يبقاش احسن حاجه، الصوره تبقى بلوري شويه او حاجات زي كده. انا حاولت افتح الشباك عشان يجيب سان لايت، فبقى قاعد كده في ضوء الشمس وفاتح جنبي ضوء هنا برضو، فيبقى الكادر يعني اوضح شويه من الطبيعي. وقولوا لي برضو لو انتوا عندكم رأي تاني او في حاجه تانية المفروض اعملها، هكون مبسوط لو قلتوا لي فيدباك. انا بستنى الكومنتس بتاعت الناس على الحلقات عشان خاطر اشوف ايه يتعدل، ايه يتحسن، ايه كانت حاجة كويسة، ايه اعمله، ايه ما اعملوش. فاكيد هستناكوا، يعني ان شاء الله هستفيد من تعليقاتكم جدا يعني. طيب، عايز اتكلم في ايه، او عايز ابتدي الحلقة دي بايه، وايه علاقتها، حتى زي ما قلت لكم في الاول، علاقتها بالسفر او ان انا مش في البلد دلوقتي. السؤال اللي مكتوب في العنوان بتاع الحلقة: هل الفرصة بتيجي ولا بنخلقها، ولا بنتعامل معاها ازاي؟ يعني هي بتيجي لحد عندي ولا انا بخلقها؟ يعني انا بجيب انا الفرصة لحد عندي برضو، ولا بنتعامل معاها ازاي، ولا بنسيبها وهي بقى جت جت، ما جاتش خلاص يبقى مش بتاعتي؟ ولا مثلا اسعى لها جدا حتى لو هعمل حاجات غير اخلاقية؟ في ناس بتعمل كده، يعني في حد مثلا لو عايز ترقية قعد اشتغل واشتغل على نفسه واجتهد ومش عارف ايه وما جاتش، فلقى مديره رقى زميله التاني او زميلتها التانية او حد تاني اللي خد المكان، او فجأة وهو قاعد لقوهم بيعينوا حد جديد من بره الشركة وجابوه يبقى مدير عليه. فبيبتدي يوصل لمرحلة كده ان هو ايه، هي شكلها بقى ما بتجيش بالذوق، فاحنا هنجيبها بقى ايه، ان احنا ننقل الكلام على بعض ونوقع بين الناس، واحاول اتملق للمدير واحاول اقول له كلام اسرار ما المفروض ما هو ما يعرفوش، واقوله عشان يحبني عشان يرقيني المره الجايه. ودي الفكره. فالسؤال دايما هنا بيطرح نفسه: المفروض اتعامل مع الفرصه ازاي؟ انا عارف ان النور ضارب في النضاره، فساعات بتبلور كده او بتعمل لون. لما بحاول اتحرك ممكن اقلعها كمان شويه، ممكن اقلعها لو يعني الموضوع افور. ف نرجع تاني لنفس الفكره. فاتعامل مع الفرصه ازاي؟ ده سؤال في منتهى الروعة. يعني السؤال ده حد جاب لي فكرة الفيديو، مش انا اللي طلعتها. يعني كنت بتكلم مع حد من الشباب بعد تريننج، فبرضه بيسألني على الفكرة دي، اللي هو انا اعمل ايه في الفرصة واتعامل معاها ازاي. انا فاكر ان انا كتبتها في النوتس، لان فكرة الفيديو ده ما كانتش فكرتي. يعني هو حد دايما بيسألني، او حد زي الفكرة بتاعت اكمل سعي ولا اوقف. الفيديو ده برضه كان حد سألني السؤال ده، جاب لي فكرة الفيديو. فالمهم، لو ما شفتوش ممكن تشوفوه، هيعجبكم جدا. اللي هو اكمل سعي في الحاجه دي حتى لو انا مش شايف فيها نتيجه، ولا اوقف. فالفكره هنا اتعامل مع الفرصه ازاي. تعالوا كده نفكر بمنظور اوسع شويه او اعمق شويه، بيسموه هليكوبتر فيو. يعني منظور الهليكوبتر، طياره الهليكوبتر، فانا شايف الارض تحت كلها عامله ازاي. اول حاجه تعال نربط كده النقط ببعض ونفهم اصلا يعني ايه فرصة، ويعني ايه في حاجة كمان شفتها برضو. الناس بتتكلم عن الحظ. كان في رجل اعمال مشهور كبير جدا، مش عايزين نقول اسمه يعني، بس هو مشهور جدا، من اغنى رجال الاعمال في مصر وفي الوطن العربي يعني. كان بيتكلم، اتشهر ليه فيديو من فترة،
فترة حبة حلوين 4-5 شهور مثلا. فيديو صغير كده، دقيقة من بودكاست، كان 40 دقيقة أو 45 دقيقة حاجة كده. كان بيقول إنه النجاح هو حظ، يعني وهو توافق الحظ مع الوقت المناسب. بمعنى إيه؟ إن أنت موجود دلوقتي مستعد في المكان المناسب في الوقت المناسب، فهتنجح. وهي دي فكرة الحظ، ان النجاح بيجي الناس وما بيجيش لناس تانية. فحسيت ان ده مربوط برضو بفكرة الفرصة. يعني احنا النهارده هنتكلم عن الموضوع ده من منطلق واسع قوي، الهليكوبتر اي فيو اللي انا قلت لكم، او بوينت اوف فيو اللي انا قلت لكم عليها، وبعد كده ندخل جوه بقى. تعالى بقى نرجع لورا كده شويه. آه الفكره بتاعت الفرصه بتيجي ولا انا اللي بخلقها، هي مش يا ابيض يا اسود. يعني هو مفيش اجابه واضحه للسؤال ده. ما ينفعش اقول لك مثلا الفرصه انت اللي بتخلقها، صح؟ او الفرصه هتيجي لحد عندك. ليه؟ لان انت تاني مجرد نفسك من المعية الالهية في الموضوع، اللي هم بيسموها الحظ. وانا ما بحبش اسميها الحظ، لان احنا ما عندناش في الدين بتاعنا او في الاسلام، او ما عندناش في حياتنا حاجة اسمها حظ. هقول لكم ليه دلوقتي. فانت لما بتيجي تفكر كده، طب والله انا الشغل ده الترقية دي ما بتجيش، او الشغل ده ما بيجيش، فالفرصة ما بتجيش لحد عندي، انا هروح لها واقعد اسعى واشتغل واجتهد واتعلم واذاكر ومش عارف ايه، وما تجيش برضه. فانت بقى بتفكر في ايه؟ انها لا بتيجي ولا انا عرفت اجيبها، فانا شكلي بقى المفروض اعمل حاجه تالته. فبتروح ان انت تعمل حاجات غلط. وهي الحقيقه ان انت المفروض تعمل حاجه تالته، بس مش حاجات غلط. ايه الحاجه التالته؟ التسليم. التسليم اللي اتكلمنا عنه في حلقه السعي ورا النتيجه. الفكره يا اصدقائي بمنتهى البساطه، ان انت دلوقتي بتشتغل صح، وبتجتهد وشغال على نفسك، وبتعمل حاجة عايز تنفع بيها أهلك وبيتك والأمة الإسلامية، وعايز تحسن من مستواك، ولازم تجديد النية في الموضوع ده عشان تبقى. أصل أنت كده كده هتعملها صح؟ أنت كده كده هتعملها. جدد النية بقى، خد عليها ثواب. يعني الصبح وأنت نازل المواصلات كده، جدد النية، فتبقى زهقان والمواصلات مثلا غالية والدنيا حر ومش عارف ايه، بس بتاخد ثواب على كل خطوة في الطريق، بتاخد ثواب على كل جنيه بتدفعه. ايه ده؟ هو انا بدفع عشان انا اللي اروح المواصلات؟ ما هو انت مجدد النية. وبتاخد ثواب على كل وقت انت بتقضيه في المواصلات، لان اصلا العمل فرض. يعني العمل عبادة فرض مش سنة. يعني انت مثلا هقول لك حاجة. لو انت دلوقتي ودي ممكن نرجع فيها لأهل العلم، بس دي انا بصيت فيها ولقيت المعلومة اللي انا بقولها لكم يعني. بس لو حد عايز يتأكد يا ريت ويكتب لنا في الكومنتس، وممكن يقول لي انت غلط عادي مفيش مشاكل. لو انت دلوقتي مثلا هتصلي الظهر، ماشي، وفي سنة بعد الظهر وقبل الظهر وهكذا، وعندك شغل، الشغل فرض عن السنة. ما بقولكش ما تصليش السنة، يعني برضه عشان ما تفهموش كلامي غلط، صلي السنة طبعا فوق راسنا اكيد. بس قصدي انه العمل وزنه في العبادة، يعني وزنه أتقل لأنه فرض دلوقتي عن السنة. فممكن تصلي السنة والسنة بتتجمع، ممكن تصليها بعد الظهر، وممكن تعمل حاجات تانية مختلفة وهكذا. بس أكيد طبعا ما تسيبوش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان دي الحاجة اللي هتشفع لنا أصلا يوم القيامة. فأنت لو سبت دي هنضيع. اوعى تسيبها. بس أنا بتكلم في الفكرة دي. فتاني نرجع لفكرة إن العمل عبادة، أو تجديد النية في الحتة دي أو كده. فبتيجي أنت بقى في مرحلة انت عمال تشتغل على نفسك وعمال تعمل كل ده وماشي، جدد النية وابتديت تاخد ثواب وابتديت تعمل كل حاجة. هنا بيحصل حاجتين في دماغك. هنا بيحصل حاجتين. اول حاجة بتحصل انه يعني يعني ساعات بيحصلوا مع بعض، وساعات يا بتحصل دي يا بتحصل دي. اول حاجة بتحصل انه انا بشتغل، دي اكيد جاية. انا بذاكر اكيد هجيب الدرجة النهائية. انا اشتغلت على نفسي اكيد هترقى. انا بتمرن في الجيم اكيد هعمل مش عارف ايه. ماشي. فانت خلاص بتبقى مقتنع بده وجاي بده وماشي في الطريق ده ومصدقه. الحاجة التانية اللي بتحصل هي فكرة ال الاضطراب، او عدم مصداقية وتصديق النتيجة. انا بشتغل بس انا مش عارف هترقى ولا لا. انا بشتغل بس انا مش عارف هنجح ولا لا. انا بذاكر بس الله اعلم، ما ممكن امتحان يجي صعب واتبهدل واسقط والدكتور يرخم علينا وورقتي ما يصححهاش وانسى اكتب اسمي وكل الحاجات اللي الشيطان بيدخل لك منها دي.
طب ليه ده بيحصل؟ لانك، وهنرجع الموضوع بقى للقدرة الالهية لربنا يعني، لانك رابط نفسك انت بالفرصة دي. انت ماشي في الدنيا بدراعك، اتكلمت عن الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت. ليه ماشي في الدنيا بدراعك؟ انت عايز تجيب الفرصة لحد عندك، صح؟ وعايز تخش تقطع تكسر الكتب وتقطع الكتب مذاكرة واللابتوب تشتغل عليه وما تقومش من على المكتب ومش عارف ما تعملش ايه وبتاع لحد ما الفرصة تيجي لحد عندك. ومش هتعمل كده لما تيجي لحد عندك، يعني مش هتبطل تعمل ده. فيجي بقى ربنا يقول لك ايه؟ لا، ما هو مش بالعند. هو ربنا ما بيتعاندش، ماشي؟ هتسعى هيديلك، بس في القدر المعتدل اللي انت فيه مراعي فيه اهلك ونفسك وصحتك. صحتك النفسيه دي مش هترجع تاني، ولا صحتك البدنيه هترجع تاني على فكره. وصدقني انا عملت ده. انا بحكي لكم يا جماعه الموضوع ده من واقع تجربه. هقول لكم انا عملت ايه من شويه، بس يعني كمان شويه هحكي لكم انا عملت ايه. بس هو ده الدرس انا اتعلمته. انت مش هتعاند ربنا، ماشي؟ هتفضل تتشقلب وتحاول وتعافر وتقعد على اللابتوب بال 12 ساعه وتشتغل في اليوم بال 14 وال 16 ساعه وتنزل في الويك اند وادي تريننجز مش عارف فين واعمل ايه. في الاخر هو نفس مقدار الرزق كفلوس، ونفس مقدار النتيجه كبقى شغل كترقيه كنتيجه للمجهود ايا كان. فلما بيحصل الحاجتين دول في دماغك، يا اما هي جايه ماشي خلاص كده كده وانا متاكد، يا اما انا متوتر فبدوس على نفسي زياده. الاتنين بياخدوك في طريق غلط تماما. وهو ايه بقى الطريق؟ اللي هو يا اما هي كده كده جايه فانا خلاص بشتغل وخلاص بعمل وخلاص مش عارف مش فارقه كده، يا اما هتموت نفسك في الشغل وكانك انت عايز تخش تجيبها من بق الاسد زي ما بيقولوا، وهي ما بتجيش كده. انا الحلقه دي هقول فيها كلام صعب تنفيذه، بس انت لو في الحلقه تبقى تقيله انا عارف، بس انت لو فهمته او انت لو فهمتيه وطبقته بجد هيفرق معاكوا جدا. طب اعمل ايه بقى؟ المفروض المايند سيت او التفكير المعتدل في الحاله بتاعتنا دي يطلع ازاي؟ التفكير المعتدل بيجي عن طريق تجميعة بين نفسيتك طبيعة شغلك او شغلك نفسه، وبين، دي حتة مهمة بقى، وبين يقينك في نتيجة ربنا ايا كانت هي ايه، مع صدق السعي. دي بقى حتة مهمة قوي. فتعالى بقى افهمك انا اقصد ايه، وتعالى بقى نغير الكونفرزيشن من فكرة السلبية او ان انت بتاخدش النتائج اللي انت عايزها لده. انت دلوقتي بتشتغل تجتهد على نفسك، السيناريو اللي المفروض يحصل تشتغل وتجتهد على نفسك وعايز تكبر من حجمك وعايز تنفع دينك ودنيتك وامتك وعايز توصل لليفل عالي وكل الكلام الجميل ده انا ما عنديش مشكله فيه. هنا بقى محتاج صدق السعي بالجوارح، يعني محتاج جوارحك تبقى شغاله جدا جدا، ماشي؟ جوارحك ده اللي هو ايدك وجسمك وقاعد على اللابتوب وبتشتغل وبتفكر وبتعمل مش عارف ايه، بس باعتدال برضو. يعني ما تبقاش اللي هو انا هموت نفسي لحد ما دي تيجي، ما هو ربنا ما بيتعاندش. ولو انت بتيجي على حساب اي حاجه زي مثلا حساب ربنا، يعني الصلاه بتأذن الاذان بيأذن وانت قاعد بتشتغل، لا انا لازم اخلص دي بس 5 دقايق بس وهقوم. ما تفتكرش ان دي حاجه سهله او ان دي حاجه يعني عاديه انها تتعمل، لا. اذان جدا انت تقوم على طول، لان انت لازم تفهم ان شغلك ده بايد ربنا اصلا. يعني ساعات ابقى قاعد بعمل حاجه وصعبه مستعصيه عليا او ايا كان، فخلاص انا بس مستني بقى اركز بس دقيقه كده وهعملها وموضوع الاقي الاذان بيدن. لا خلاص انا عارف انه انا ممكن اقوم اصلي وادعيه اقول له يا رب حلها ارجع الاقيها اتحلت. وده مش كلام افلام، ده بجد، ده بجد بيحصل. فلازم تبقى فاهم ده. فاول حاجه صدق السعي بالجوارح. انا بشتغل بجتهد وعارف انا بعمل ايه، ولما ببقاش عارف بسعى المساعدة، بسأل حد اشطر مني، بسأل حد اكبر مني، بسأل حد اشطر مني في المجال. صدق السعي ماشي باعتدال. فدي اول خطوة. تاني خطوة مع هدوء وسكينة واطمئنان القلب. المعادلة دي بقى مش صعبة، دي صعبة صعوبة
انت محتاج مستوى عالي من اليقين عشان توصل لها. وهقول لك اليقين ده بيجي ازاي، مش كده بقول لك هي حلقه دسمه شويه. صعبه صعبه صعبه، هي مش حاجه سهله. يعني مش حاجه سهله ان انا اقوم الصبح وانا تعبان ومش قادر مثلا اشتغل، مش قادر انزل اصلا، مش قادر احس بلبس. انا ساعات بحس كده، مش قادر احس بلبس الخروج على جسمي، مش قادر احس بالقميص ولا التيشيرت ولا الجزمه في رجلي، يعني مش قادر احس الحاجات دي. بس مع ذلك انت محتاج تعمل ده، وفي الوقت اللي انت حاسس فيه الحاجات دي محتاج تقول ايه؟ اه بس ربنا معايا. اه بس انا كل حاجه من دي باخد عليها ثواب. اه بس الخطوه من دول ربنا بيكتب لي بيها حسنات. اه بس ده صدق السعي، فوانا بسعى وانا حاسس ان انا تعبان كده شويه، ما تجيش على نفسك برضو اوفر، بس السعي العادي وانا بسعى انا قلبي هادي في سكينه تامه. فالمعادله دي صعبه قوي، صعبه قوي، ولازم تيجي باليقين. ودي الحاجه، بعد ما اقول لك الحاجه الثالثه اللي انت محتاج تعملها اقول لك بقى نجيب اليقين ده ازاي. والحاجه الثالثه اللي انت محتاج تعملها ثقه تامه في انك هتاخد النتيجه اللي تستحقها. بس مش محتاج انك تبقى ايه، انا عايز دي، مش لازم تعوز دي. ودي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت كلها. فكره انا عايز دي، انت بتربط نفسك تاني بالنتيجه، وربطك بالنتيجه مش هيجيب لك غير كل شر. هيتعب لك نفسيا، هيتعبك جسديا، هيتعبك في كل حاجة. اربط نفسك بالنتيجة الإلهية. يا رب أنا واثق في كرمك ليا، أيا كان شكله عامل إزاي الكرم ده، أنا بحبه وبحبك، وعايز الكرم بتاعك يجي في الشكل اللي هو اللي انت شايفهولي صح. بس شكرا. طيب ده يجي ازاي بقى، بالذات الاتنين الاخرانيين اللي هي سكينة وهدوء القلب والربط بالمعية الإلهية أو بنتيجة ربنا؟ يجي باليقين. اليقين اللي مش كل الناس عارفة إنه حاجة سهلة إنها تتعمل، مش كل الناس بتعرف تعمله أصلا. طيب إيه بقى اليقين ويجي إزاي؟ اليقين هو التأكد التام في معية ربنا ليك، وإنه مش هيسيبك. خصوصا لو انت مجدد النية. يعني انت مثلا مش انا بعمل الشغل ده عشان ابقى غني واروح مثلا اضايق حد ضايقني قبل كده زمان، ولا ابقى مغرور عليه واقول له بص وانا بقيت فين وانت فين، ولا مش عارف ايه. او مثلا استخدم الفلوس او اعمل حاجه، او حتى اذي بيها نفسي، اروح اعمل بيها معاصي. ما هو دي كلها مش صدق سعي ولا تجديد نية ولا اي حاجه ولا معية ربنا ولا اي حاجه من اللي احنا قلناها دي. ده كل ده انت لازم تبقى عارف ده. يعني انت لازم تبقى عارف ان ولو ربنا ادالك ما اسمهاش كرمك بقى. هو طبعا ربنا كريم، بس هو ربنا هيديلك، لازم هيديلك لو انت بتجتهد. دي سنة كونية على فكرة. عشان كده في ناس في الدول تانية هو بيسعى وغني جدا. ليه؟ لان دي سنة إلهية ملهاش علاقة، يعني سنة كونية. دي كده اسمها كده سنة كونية. في حاجات في الأرض هتعمل كذا هيحصل كذا، ودي ربنا قال عليها ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. انت بتجتهد، مش فارقه بقى ديانتك ولا مش عارف ايه ولا خلفيتك ايه ولا عرقك ايه، ولا ربنا هيديلك هيرزقك. بس هنا بقى في حاجه، آم، ان الله اذا غضب على عبد رزقه. يعني دي مقوله شفتها. ربنا لما يغضب على حد ممكن يرزقه عادي، يرزقه بقى بسلطان، يرزقه بجاه، يرزقه بفلوس، ايا كان. واذا اشتد عليه غضبه، لو ربنا غضب عليه بقى بالزيادة اكتر، يعني بارك له فيه، يبارك له في الرزق ده، فيبقى مغيب. يبقى فاكر ان هو يا ده انا الحمد لله كرم من ربنا، وانت عمال تأذي ده وتفتري على ده وتعمل رشوة هنا وتسرق هنا وتاخد حاجة بالحرام من هنا وتستخدم فلوسك في الحاجة الحرام وتعمل بيها معاصي وتشرب بيها حاجة غلط فاهمين قصدي؟ فرجوعك لليقين، فكرة المعية الإلهية دي، لازم تبقى انت عارف ان انت
انت مش مربوط بالنتيجة، هو ربنا هيدي لك النتيجة اللي هو شايفها. ماشي. طيب ده صعب قوي، اعمله ازاي؟ تعال اقول لك يا صديقي تعمله ازاي. تعمله لما تستحضر كل مرة سعيت فيها في حاجة وحاولت تعمل حاجة وربنا ادالك حاجة تانية، بس انت اكتشفت ان هي دي الحاجة فعلا اللي انت كنت عايزها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عايز تدخل كلية فلانية، وقعدت تشتغل وتذاكر وتجتهد واخد دروس واتعلم ومش عارف ايه وبتاع. جيت دخلت في امتحان منهم، لقيت الامتحان صعب، اتوترت انت شوية، ما كنتش نايم كويس، ما شفتش رقم في السؤال ففقدت تركيزك، ايا كان. انا عارف ان في ناس وانا بقول الكلام ده هتبقى انا ده فعلا حصل معايا، هتبقى حاسة كده. فتوترت شوية مش عارف ايه، حليت غلط شوية، ما جبتش الدرجة اللي انت عايزها، ما دخلتش الكلية اللي انت عايزها. انا محتاجك تبقى عارف انه الكلية اللي انت دخلتها دي والمكان اللي انت روحته ده هو ده المكان اللي النتيجة الأصلح والأحسن ليك هتبقى فيه. طب أعرف ده إزاي؟ غير المايند سيت، بس غير طريقة تفكيرك. يا دي القرف ويا مش عارف إيه. غير دي بقى. الحمد لله يا رب، أنت عايز تعلمني إيه؟ أنا دايما بعمل كده. أنا دايما بحس الإحساس ده، اللي هو أول ما بيحصل معايا أي موقف، أنت عايز تعلمني إيه يا رب؟ استحضار المعايا الإلهية. هي دي الفكرة، استحضار المعايا الإلهية. أنت مش لوحدك، انت مش ماشي في الدنيا لوحدك، انت ما بتحركش حاجه. يعني انا ما بحركش ايدي دي لوحدي. ما تفتكروش ان انا الكلام اللي انا بقوله ده انا اللي بقوله. انا عمال افتكر في حاجات، قول دي قول دي قول دي، يلا دي هنقولها هنا، دي هنرتبها هنا. والله العظيم بجد انا بتكلم بجد. ده مش لوحدك، دي المعايا الالهيه، هو ربنا اللي بيسري الكلام على لساني. فانت ما تفتكرش ان انت ماشي لوحدك. فلما يحصل حاجه، حتى لو موقف بسيط، حصل حاجه في الشغل فاتضايقت، فتقعد كده تروح مع نفسك بالليل بعد ما تصلي العشاء ولا حاجه، او انت في المواصلات. انا ساعات بعمل ده وانا في المواصلات. هو انت كنت عايز تعلمني ايه يا رب؟ هو ليه ده حصل كذا؟ هو ليه؟ ممكن تبقى حاجه ليها علاقه بالشغل وعايز يعلمك حاجه معينه ليها علاقه بالشغل، يقول لك مثلا سيبها على الله، ما تتضايقش، ما تغضبش، ما تتعلقش بالنتيجه. ممكن تبقى حاجه زي كده. او ممكن تبقى حاجه تانية خالص، انت مثلا عملت معصيه فهو بيرجعك بيقول لك خلي بالك. او انت مثلا عملت حاجه، او زعقت لامك قبل ما تنزل الصبح. او مثلا ابوك بيسالك على حاجه فانت كنت خلقك ضيق فما ردتش عليه. او مثلا وانت ماشي كان المفروض تعمل خير، او قبضت مرتبك المفروض تطلع صدقه لله، قلت لا ده انا الدنيا غاليه وجيبي اولى دلوقتي. ايا كان بقى، هو ربنا هتلاقيه بيفوقك كده بمواقف صغيره. ماشي، ادعي انها ما تكونش كبيره، بس يعني اهم حاجه انها فعلا تفضل مواقف صغيره. طيب، فالاستحضار اليقين ده مع كل مرة، والله الحمد لله يا رب ان انت اديتني ده ما اديتنيش ده، الحمد لله يا رب ان انت اديتني ده ما اديتنيش ده، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هتمرنه. فبعد ما تمرنه هيظهر عندك. الموضوع ده خد مني سنين. يعني افتكرش ان انت هتعمله النهارده خلاص، ولازم تقرا عن ربنا كتير قوي. وعارف ايه اكتر حاجه تساعدك في الموضوع ده؟ اكتر حاجه فرقت معايا قصص اللي في القرآن، القصص كلها، قصص الأنبياء وقصص الرسل، كل حاجة، حتى القصص اللي هي العادية، اللي هي مثلا في سورة الكهف ذي القرنين، أو أصحاب الجنتين، اللي هو حد وأخوه كان عندهم جنتين، القصة اللي في سورة الكهف. أو قصة مؤمن آل ياسين. ماشي. او قصة العزيري ده نبي، اللي هو ربنا اماته 100 عام وبعد كده احياه هو والحمار بتاعه. وهكذا. والقصص بقى اللي النبي كان بيقولها، يعني جريج العابد مثلا، دي قصة. انت دي معجزة، قصة معجزة. يعني اللي حصل فيها ان الطفل اتكلم، دي معجزة. طفل بيبي رضيع لسه مولود اتكلم، فدي معجزة. او قصة مثلا اصحاب الغار، التلاتة اللي اتقفل عليهم الغار بالحجر، والحجر كان بيتحرك لوحده لما كل واحد فيهم استحضر عمل صالح كان عمله. بتقعد تقرا دي وتقرا دي وتسمع دي وتتعلم. ولازم يعني انت ما ينفعش تقراها لوحدك، لو قريتها لوحدك هتفوتك معاني كتير قوي في القصه. يعني انت محتاج حد يشرحها لك ويفسرها لك. فممكن اكتب كده على اليوتيوب وشوف الشيخ اللي انت تحبه بالدرس اللي انت هتحبه بالمعلومات اللي انت هتحب ان هو يقولها، يعني براحتك عادي. بس المهم تسمع الحاجات دي. انا يعني هقول لفظ كده، هتجلي قلبك. تجلي ده اللي هو تغسله كده، تنضفه كده وترجع
يتملي تاني ويسود تاني وترجع تسمع تاني ويتملي تاني وتسمع تاني وتذكر ربنا ويرجع تاني، وهكذا. هي رحلة، هي مستمرة. وخلي بالك دي الرحلة بيننا وبين الشيطان للأمد. يعني هو عايزك ضعيف، هو من الآخر عايزك ضعيف، مش عايزك تشتغل، مش عايزك تجتهد، مش عايزك تاخد ثواب في ده، عايزك تفضل ضعيف عشان يفضل مسيطر عليك. لأن هو الرسول قال أصلا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فالقوي دي هو اتثبت مفتوحة، سبحان الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أوتي جامع الكلم، فهو سابها مفتوحة. قوي ايه يا رسول الله؟ قوي ماديا، معنويا، نفسيا، قوي في شغله، قوي في جسده. قوي ازاي؟ طيب قوي السلطة مثلا، بس استخدمها في الخير طبعا. قوي في كذا، قوي في كذا. فهو المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وخلي بالك من اكتر الحاجات اللي هتخلينا اقوياء دلوقتي هو الشغل. احنا عشان كده كأمة عربية يعني محتاجين نركز شوية. عشان كده الغرب سبقونا، يعني عشان هم بيشتغلوا على نفسهم، بيشتغلوا بشكل مرعب. طيب نرجع تاني لحتة اليقين دي. فاستحضار ده هيسهل عليك الموضوع، زي ما حصل مع سيدنا موسى. ما هو سيدنا موسى مثلا، انا عارف انه البودكاست خد جانب ديني. هو البودكاست ده مش ديني يا جماعة، وانا مش داعية، انا مش شيخ. بس انا بنقل لك اللي في دماغي دايما، اللي انا دايما ببقى بفكر فيه، اللي انا دايما بقوله لنفسي، عشان خاطر احنا الخلق بتاع الخالق، الصنعة بتاعت الصانع، دايما لازم ترجعها ليه. بمعنى ايه؟ لله المثل الاعلى. يعني لو انت مثلا دلوقتي مصانع العربيات دي او مصانع الموبايلات او كده، هو بيصنع العربية ويدي لك معاها كتالوج، ماشي، ويقول لك مواعيد صيانتها كذا عشان تحافظ عليها. انت كمان كده، هو ربنا صنعك، ماشي، وخلقك وكرمك في الارض كبني ادم يعني. وهي الكلمه الصح بني ادم، لانها بني اللي هي بنين، والنون حذفت للاضافه، وادم سيدنا ادم، فتشمل الرجال والنساء، فكلنا بني ادم. فربنا خلقك كبني ادم وادالك القران وقال لك تتعامل معاه ازاي، ماشي، والصلوات والذكر والصوم والعباده وهكذا. دي الصيانه الدوريه بقى، دي بتاعت قلبك بقى. فانت لو فاكر انه لا ما تكلمنيش في الدين، ما تكلمنيش كلمني في الدنيا، قول لي اعمل ايه في الشغل، قول لي اعمل ايه في مديري اللي بيضايقني، قول لي اعمل ايه في صاحبي اللي بيسرق شغلي، زميلي يعني في الشغل، قول لي اعمل ايه في البلد اللي اقتصادها بايظ، قول لي اعمل ايه في الحياة اللي انا مش فاهم فيها حاجة دي، قول لي اعمل ايه انا عشان اقول اجرد لك الدين من الدنيا، يبقى انا بظلمك. يبقى انا بظلمك وبغلط غلط شديد في حق نفسي، لان ربنا هيسألني عن الكلام ده. انا اقسم بالله في حاجات، يعني لو مثلا انت بتفكر كده اعمل ايه مع مديري اللي مضايقني، ولا اعمل ايه مع صاحبي اللي مش عارف ايه، ولا اعمل ايه في الطريق الزحمه ولا كده، انا ما بعملش حاجه. انا بطلع السبحه بتاعتي اصلي على النبي كده مثلا 30 مره، 50 مره، 100 مره لو عرفت، وانا قاعد يا رب حلها، بتتحل. والله العظيم ايا كان انت هي ايه، قاعد في زحمه ولا قاعد في شغل فيه مشكله ولا مش فاهم حاجه من البتاع دي، بتلاقي بقى ربنا هدالك قلوب الناس. فانت مع الاخذ بالاسباب طبعا والسعي، انا ما بقولش يعني نتكل على ده، لا، انا بقول ناخد بالاسباب عادي. بس انت لازم تبقى فاهم ان انت مفيش حاجه بايدك. يعني مش هقول لك مش كل حاجه بايدك، انت مفيش حاجه بايدك. فانت اللي في ايدك الوحيده هي السبحه فعلا. فتاني نرجع لنفس الفكره، اتمنى الصوت يكون واضح ما يكونش بعيد. تاني نرجع لنفس الفكره بتاعت انه ايه، سيدنا موسى مثلا، ماشي. سيدنا موسى ايه اللي حصل لما هو كان الاول لوحده، لما ربنا قال له القي بعصاك، ماشي، فاتحولت لافعى. اتحولت ده في الاول خالص، يعني قبل حتى ما يروح لفرعون وكده، اتحولت لافعى. فربنا بيقول في القران ايه، فولى مدبرا ولم يعقب، جري من الخوف. هو رمى العصايه وبقت افعى، جري، فولى مدبرا ولم يعقب. والايه اللي بعدها يا موسى اقبل ولا تخف. انا اني لا، مش عايز اكمل الايه عشان ما اقولهاش غلط، بس بيقول له يا موسى اقبل ولا تخافش، تعالى. فدي اول مرحله. ده سيدنا موسى اقوى من اولي العزم في الرسل، ومن اقوى الناس على مستوى العالم، الارض، الحياه، الخليقه، لدرجه انه لما ضرب واحد بالبوكس وقعه، اتكل على الله، ماشي. فدي اول ليفل، اول مستوى. طب تاني مستوى، لما وقف قدام فرعون والسحرة بتاعته و... و... القوا بعصيهم
ماشي. الآية بقى اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. خاف بس ما عملش حاجة، ما جريش، بس خاف لما لقى العصيان بتتحول أفاعي. وبعدين دي بتيجي المرحلة التانية. ده هو انت شفت المرحلة الأولى اشتغلت على نفسك ومش عارف ايه وبتاع، كان المرحلة التانية وبعد كده ربنا قال له انك انت الاعلى، ارمي ما تقلقش، انك انت اللي فوق، الاعلى، مش الاقوى مش الاحسن، انت الاعلى. حتى فيها كناية عن المستوى، مستوى بتاع كل حاجة، حتى مستوى الروحاني كل حاجة. طيب فده المستوى التاني. المستوى التالت بقى لما كانوا بيجروا من فرعون ولقوا النهر قدامهم، فواحد من يقول ايه؟ الحتة دي بقى حلوة قوي. ده المستوى التالت بقى، خلاص انت كده ايه. وعلى فكرة المستويات دي والآيات دي في صور متفرقة، يعني هو مش ورا بعض، مش الحكاية مش حكاية قصة مع بعض كده، لا هم ورا بعض. انت بس يعني انا كنت بسمع شيوخ وبسمع ناس تتكلم في المواضيع، فهم اللي بيلفتوا نظري للحاجات دي. فبيقول ايه؟ بيقول اننا مدركون، خلاص هيدركون. يعني انا قدامي البحر، ورايا ناس بتجري ورايا عشان عايز تقتلني. انت في مخيلتك كده ماشي، انت عارف القصة طبعا وعارف انه البحر هينشق والكلام ده كله، بس انت في مخيلتك كده هو ايه اللي يعني، هو ايه اللي هيحصل؟ ما هو يعني هنموت. فلما الراجل ده بيقول اننا مدركون، بص بقى المستوى الثالث بقى اللي انت لازم تطمح انك توصل له. ايه بقى المستوى الثالث؟ رسول سيدنا موسى بيقول ايه؟ اول كلمة اتقالت الآية اللي بعد اول كلمة، كلا. كلا دي توحي بالنفي القاطع. كلا، كأن انت مثلا بتقول لي انت شكلك كده هتسقط في الامتحان. لا، انا ذاكرت كويس، انا عارف، انا دخلت فيك على طول. لا، ما تقوليش كده، انا مذاكر، انا عارف انا عملت ايه. يقين. فاول كلمه بيقول له ايه؟ كلا. واللي بعدها ان معي ربي سيهدين. ان اداه تاكيد. ماشي، معي ربي سيهدين. خلاص هو انا عارف، انا عديت قبل كده، مره خفت وجريت ومره خفت بس. لا، المره الثالثه دي انا عارف ان انا مش هبقى لوحدي. مفيش حاجه اسمها انت لوحدك، مفيش حاجه اسمها انت متساب. لا لا، انت مش متساب ولا اي حاجه. بس مش هتتساب امتى؟ يعني امتى حد هيلحق؟ امتى مش حد، امتى ربنا هيلحقك؟ لما تبقى عارف انه هيلحقك، لما تتوكل عليه هو مش على الناس. لما تفكر فيه هو، لما انت مثلا تبقى عايز تشتغل ولا حاجه، لما تفكر ما تفكرش في واسطه يعني ولا حد يكلمه. لما تفكر مثلا ان هو اللي بيرزقك مش مديرك اللي بيقول لك هخصم لك وهضايقك ومش عارف ايه. لما تفكر ان هو اللي هيرزقك لما تبقى محتار تطلع صدقه والدنيا غاليه وهكمل الشهر ازاي مش عارف ايه. لما تفكر فيه هو قبل مثلا ما تفكر في زميلك بقول لك انا عايزك في خدمه وانا عايز مش عارف ايه. فين رب الكون؟ ربك ورب زميلك وصاحبك ومديرك والحياه والدنيا والفلوس وكل حاجه. كلا ان معي ربي سيهدين، دي النتيجه، دي اليقين بقى اللي احنا بنحاول، اللي انا بحكي لكم بقى كل ده عشان خاطر نحاول نوصل له. كلا ان معي ربي سيهدين. انا بحب الايه دي جدا، بحبها جدا، ونفسي الناس كلها يعني تتقبلها كده، تتفهمها. كلا ان معي ربي سيهدين. انت معاك ربنا، ما تقعدش بقى ايه تدور هنا وتدور هنا وتدور هنا. هي حاجه واحده، بص في السماء بس، ارفع ايدك كده بص في السماء. فايه اللي حصل؟ بصوا يعني سبحان الله، انا ساعات بقعد اقرا الحاجات دي كده وانت عارف القصه وعارف كل حاجه وعارف ايه اللي هيحصل، بس انت بص لها من منظور تاني. ايه، سيب نفسك تحس انها ايه الاعجاز ده. احنا عشان خدنا الحاجات دي واحنا صغيرين كتير بشكل متكرر ورتيب في المدرسه للاسف، فعمرنا ما فكرنا نرجع لها تاني ولا نسمع عنها تاني. لا، تعال اقول لك بقى، وكلها بتربط بعض. خلي بالك اللي حصل ايه، انه ربنا يعني لم يشق اليم او البحر كده لوحده. لازم تاخد بالاسباب، لازم، حتى لو الاسباب دي قد كده. يعني حتى لو انت الخطوة بتاعتك صغيرة قوي، بس دي اللي في ايدك. انا في ايدي ايه؟ والله انا في ايدي ان انا احرك مثلا اللابتوب ده من هنا اجيبه هنا واشتغل عليه كده.
بس اعمل ده، اعمل ده، مالكش دعوه بقى النتيجه هتيجي عامله ازاي. فربنا بيقول له ايه؟ فاضرب بعصاك البحر. ماشي، اخبط البحر. مش متاكد من لفظ الايه على فكره، بس ان شاء الله يبقى هو يعني. المهم يعني ان هو لازم كان يضرب. طب ايه العلاقه يا رب؟ ما تفتح له الطريق وخلاص. لا، لا، ما تجيش كده. وخلي بالكم كل حاجه في القران حصل فيها معجزه لازم فيها اخذ بالاسباب الاول. لازم. دي بقول لك دي سنه كونيه. ده مش السيده مريم لما كانت تعبانه ولسه والده سيدنا عيسى، ماشي، ربنا بيقول لها في القران ايه؟ فهز اليك بجذع النخل يتساقط عليك رطبا نية. ماشي، النخله اللي هي بنتسلق لها ونقعد نهز فيها عشان تنزل بلح وبتاع، هي بتهز تخبط كده بس التمر يقع، البلح يقع. ده السعي. المهم يعني نرجع بس لسيدنا موسى. فهي دي الفكره، اخبط دي. يعني هي الخبطه دي بالعصايه دي اللي انا بتوكأ عليها واهش بيها غنمي ولاقي فيها مقارب اخرى، لا عصايه عاديه حد ماسك عصايه كده وهو ماشي يخبط كده بس بيها البحر سبحان الله. ما هو انت فاكر ان الخبطه دي ما تعملش حاجه، بس انت مش لوحدك. هي سلسله، هي سلسله من اليقين والاخذ بالاسباب، ولازم يجوا مع بعض. ولو ما جوش مع بعض انت هتفضل تايه. يعني انت هتاخد واحده وتسيب واحده، هتفضل تايه. هتسيب الاتنين، ياه، ياه، ده انت هتوه توهان مش هتعرف تجيب نفسك فيه بعد كده. هتفضل تايه بقى الى مدى الحياه. فدي الفكره. طيب، ايه بقى اللي حصل معايا خلاني اقول لك كل الكلام ده؟ انا عارف ان البودكاست النهارده خدت طابع ديني اكتر من الطبيعي، بس هي دي الاجابه. يعني انت لو بتسالني، نرجع لاجابه السؤال تاني، الفرصة بتيجي لحد عندي ولا انا بروح اجيبها، ولا هي بخلقها، ولا مش عارف ايه، ولا الحظ؟ الحاجات دي كلها هي دي الاجابة. الفرصة هتيجي لحد عندك لما يبقى عندك يقين وتاخد بالاسباب. ولازم تبقى عارف ان الفرصة اللي هتجيلك دي الانسب ليك، مش الفرصة اللي انت عايز تاخدها بدراعك وتروح تخلقها، لان مفيش حاجة اسمها تخلق الفرص. ومش لازم الفرصة اللي تجيلك تبقى هي دي الحاجة اللي انت عايزها. هي دي الفكرة. ليه بقى؟ لان الاصلح ليك. بس هو ده الاصلح ليك، لازم تبقى واثق في ده. وده بيجي مع اليقين برضو. تعال احكي لك كده بمناسبة بقى ان انا مسافر وفي عمان وبقالي وهقعد يعني بقالي كام يوم كده وهقعد لسه. تعال كده اقول لك حاجة. زمان لما دخلت الكلية، وحكيت القصة دي 60 مرة انا عارف، دخلت الكلية واكتشفت ان انا تايه ومش عارف ايه واتخرجت. اشتغلت شغلانتين كده في الماركتينج والسوشيال ميديا وبتاع، وكنت بحاول احوش بس عشان اخد الكارير كوتشنج كورس بتاعي عشان اعرف اشتغل مع الشباب وابقى بدخل بقى المجال بتاع ال دي والكارير كوتشنج وكده. فاشتغلت شغلانتين كانوا وحشين. يعني واحده كانت من البيت وكانت كويسه، حوشت منها بس ما كنتش بستفيد منها قوي. وبعدين التانية دي كانت شغلانه صعبه قوي. دي قعدت فيها كتير، قعدت فيها شهرين وشويه تقريبا. كانت شغلانه صعبه قوي. كانت جابت لي بيرن اوت بسهوله. يعني جابت لي بيرن اوت بجد بسرعه جدا جدا. وكانت بعيده قوي عن البيت. كنت بتبهدل وكنت بقعد في الطريق ساعات الصبح ساعتين وارجع في 3 ساعات كل يوم. لو انا خلصت هناك 5 مثلا ولا 5:30، انا برجع البيت 8. وكنت بروح الجيم بقى في الوقت ده وبتاع، فكنت برجع البيت مثلا 9 10 في الحدود دي كده. فكان الموضوع بيبقى صعب. ف... فوصلت لمرحلة اللي هو ايه، انا مش قادر. انا سبت الشغل، رحت سايبه وقعدت بقى في البيت. فالوقت ده كان قمة من اليأس بالنسبة لي، لان انا كنت ببعت السي في بتاعي وبكلم اشخاص اكبر مني في المجال واشطر مني، وبسالهم لو عندهم ريكومنديشنز، وبحاول اتعلم منهم وبستفيد، وبعمل بلان، وببعت ايميلات، وبكونتاكت الشركات، وبكونتاكت ناس جوه الشركات، واكتف على لينكدين. وكنت بعمل مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه، وعمال اتشقلب كده وعمال اعمل في كميه حاجات. وكل ده مفيش ولا شغل. وقعدت كده من شهر 3 3 و4 و5 كده 3 شهور ماشي. وفي 6 جالي فريلانسنج جوب، اسبوع تريننج. يا دوبك جابولي يعني اللي احنا بنسميها كده مثلا الشاي والقهوة وكده، ننزل اتفسح شوية او مع صحابي شوية مش عارف ايه.
حاجة صغيرة خالص. وبعدها بشهرين او شهر ونص جات لي سفرية اسبوعين برضو، بس يعني كانت جوه مصر، جوه مصر بنتكلم في محافظات جوه مصر يعني، دي ودي الاتنين. فبرضو حاجة كده على القد خالص، وجابوا لي الشاي والقهوة بتوعي. وبعد كده قعدت شهرين او شهر ونص على مجالي شغل. والشغل ده كان project based. يعني ايه project based؟ يعني احنا عايزينك معانا 6 شهور او 7 شهور، بس بعد كده احنا ما نعرفكش. العقد لاغي من نفسه. هو بيقول لك كده: انا عايزك معايا ال6 شهور دول، وهدي لك مرتب على قد ال6 شهور دول. بعد كده العقد لاغي، يعني هو خلاص معروف، يعني العقد بيبقى 6 شهور بس. وقد كان، وخدت الشغل ده وكل حاجة والحياة ابتدت يعني. اللي انا بقى عايز اقوله ايه، الفترة دي من شهر 3 لشهر 9 دي، 6 شهور دول 5 شهور دول يكاد يكونوا من أسوأ، مش عايز اقول كده عشان حرام، بس كانوا صعبين قوي. كانوا من اصعب 5 شهور او 6 شهور قضيتهم في حياتي بجد. خلاص بقى انا كنت في اقصى مراحل اليأس والخوف ووصلت لمرحلة ان انا عارف ان انا مستقبلي ضاع، وانا مش عارف اشتغل، ومفيش حد عايز يديني فرصة، ومش عارف اعمل ايه، وعمال اسعى في كل حاجه، وابعت واكلم وادخل ميتنجز ومش عارف ايه، واحاول اعمل سيشنز، وعم اعمل سيشن اعملها كويس، واتبهدلت يعني. وكنت بصلي كتير وبدعي كتير واعيط وانا بصلي ويا رب وانا خايف وبتاع، محدش بيعبرني. واكتشفت ان الماركت ده ساعتها كان قايم على النتوركينج. انا اعرف حد يعرف حد، بس مش هندخل حد، يعني مش هنجازف وندخل حد جديد ما نعرفوش. فالحياة كانت في منتهى الصعوبة في الوقت ده، لدرجة ان انا قلت انا خلاص، انا مستقبلي ضاع، وانا هرضى باي حاجة تيجي وهكمل حياتي كده والدنيا حلوة. تخليت عن احلامي، تخليت عن نفسي في الوقت ده. مش عن نفسي، عملت حاجة غلط يعني، بس قصدي خلاص، انت عايز ده وعايز لا، خلاص مش وقته. شوف ايه اللي ممكن تعمله بقى، ولا ايه اللي يجي لك. وكان بيجي حاجات غريبة، ويلا اشتغل وخلاص. ففي الوقت ده انا برضو قعدت اشتغل على نفسي الحمد لله. واللي كان ربنا بيبعته كنت بقول تمام. دي بقى الصدق في اليقين والتصديق في النتيجة. الحمد لله انا موافق يا رب. قعدت بقى كده لحد ما جات لي شغل، وبعدها شغل تاني، وبعدها شغل تالت، بعدها حاجات فريلانس، وبعدها حاجات على جنب، وبعدها كذا وبعدها كذا وبعدها كذا، لحد ما وصلت الحمد لله. وده فضل من ربنا دلوقتي، ان انا مش بس بشتغل في حتة معينة، انا بشتغل كمان بره مصر في شركات كبيرة مالتي ناشونالز، او على الاقل ماسكة المنطقة العربية يعني كلها. بدي تريننجز هنا والحمد لله. وده فضل من ربنا مش شطارة مني، والفيدباك عني كويس، وباخد الخبرة دي، والفرصة دي اتفتحت، وقاعد في حتة من احسن الحتت اللي ممكن حد يقعد فيها، كمكان وكأوتيل وكشركات بشتغل معاها وكبوزيشن وكفيدباك عني في الشركة وفي الماركت وككل الحاجات دي. ولسه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الحاجات دي هتيجي قدام اكتر يعني. بس بتكلم في ايه، انه ده اكبر دليل. يعني بص كده ورايا، بص كده على اول فيديو انا عملته. اول فيديو عملته خالص كنت في الاوضه عندي، كان عندي حيطه كده فاضيه، او انا فضيتها كمان، وعلقت عليها ورقه زرقاء، وكانت هي متر بجد، كانت عرضها مثلا متر او متر 20 حاجه كده. علقت عليها ورقه زرقاء وحطيت عليها شويه ستيكرز وعملت عليها فيديوهات. هو ده الوقت اللي انا كنت لسه في الكليه فيه. فاللي ابتدى من هناك وصل لهنا، ولسه ان شاء الله مكمل ان شاء الله باذن الله يعني. يعني انا قاعد عم افكر دلوقتي، حتى وانا بحكي في البودكاست دلوقتي، انه سبحان الله يعني. انا ما ساعدتش لاي حاجه من الحاجات دي، مش ما ساعدتش، سعيت اشتغلت بجوارحي، بس عمري ما كنت اتخيل ان ايه ده هي دي. عارف ليه؟ لان انا جت عليا فتره السنه دي حوالي 6 شهور كده ورا بعض، او مثلا 8 شهور،
انا دوست جامد قوي. كنت عايز حاجة معينة، وكنت عايز فلوس معينة، وعايز اوصل لليفل معين ماديا. فابتديت اعمل ايه؟ اشتغل كتير قوي بدون مراعاة لنفسي ولا لصحتي ولا لأهلي ولا اي حاجة. واشتغل هنا وادي تريننج هنا، واشتغل هنا وانزل هنا، واشتغل هنا وانزل هنا، واشتغل بعد الشغل، واشتغل تو تريننجز في اليوم. تريننج من 9 ل 5، وواحد تاني من 6 ل 9 ومن 6 ل 10. واشتغل في الويك اند ومريحش، وانزل اقضي مشاوير واعمل مش عارف ايه، واخد 3 4 5 اسابيع ورا بعض من غير ولا يوم اجازة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وصلت المرحلة بعد رمضان اشتغلت شهرين ورا بعض، كانوا من اصعب شهرين عليا. كانت حاجة، كان شغل جديد، كنت بستكشف وبتعلم وبشتغل وشغال على نفسي كويس قوي. وبالليل كنت فاحت نفسي كل يوم، لدرجة ان انا كان في ايام بعيا فيها وبتعب فيها انا عارفين الفترة بتاعت الزكام اللي انت بتحس فيها ان انت مش متزن اصلا، مش عارف انت مين ولا عارف انت بتقول ايه ولا، ومفروض ادي تريننج بالليل. وقعدت بعمل جيت على نفسي جامد قوي. في الاخر ايه النتيجة؟ ولا اي حاجة. انا حتى كنت فاكر ان انا كده ببني وبكبر وبجيب فلوس كتير ومش عارف ايه. كانت والله العظيم كانت الفلوس بتتصرف قبل ما تدخل جيبي. يعني كان بيجي لي ديون، مش ديون يعني، بس قصدي متطلبات بمقدار معين هيدخل جيبي اخر الشهر. فاللي انا قعدت يعني جيت على نفسي فيه في اول الشهر ده وهشتغل ومش عارف ايه. ماشي، انا عارف ان الفلوس دي خلاص طايره، حتى ما جاتليش فرحه ان انا امسكها في ايدي. حتى لو فلوس بسيطه 3000 جنيه ولا 4000 جنيه يعني. يعني دي الحاجه اللي هو انا قعدت مثلا سحبت نفسي عليها اسبوعين عشان دول، في الاخر هم مش داخلين جيبي. فايه ده؟ قعدت بقى افكر الفتره دي بعد ما قعدت 5 6 شهور ولا 8 شهور بالمنظر ده، واخر شهرين فيهم بالذات، هو ايه اللي حصل؟ هو انا بعمل كده ليه؟ هو ايه اللي بيحصل اصلا؟ يعني انا كل شهر الفلوس بتطلع يعني كل شهر يا دوبك بقفل الشهر مع الحمد لله مستوره، بس مش عارف يعني. انا كنت فاكر ان انا هعرف احوش مثلا كام فلوس زياده ولا مش عارف ايه، ويبقى معايا كذا وارحله للشهر اللي بعد. اكتشفت ان انا مش عارف ده، هو الشهر بيقفل بالظبط. طب ده ايه ده سبحان الله، هو ازاي كده؟ فما قعدت افكر، ايوه ما هو انا عشان واخدها بدراعي، انا عشان ركبت دماغي انا عايز ده، ومش هيهدى لي بالي لما اجيبه. هفحت نفسي بقى، هشتغل، هعمل عند ربنا استغفر الله العظيم طبعا، اكيد انا ما اقدرش، بس يعني انا هعمل يعني هعمل. فهو ربنا يقول لك ماشي اعمل. اعمل براحتك خالص، تعالى شوف. لما ايقنت بقى الفكرة دي بعد ما سبت الشغل ده اصلا، ايقنت الفكرة دي، والحمد لله جالي شغل جديد. فهديت بقى، لا انا مش عايز اعمل كده تاني. انا عايز اخدها بالراحة، وعايز اشتغل بالراحة. ممكن اضغط شوية عادي، ممكن اشتغل بعد ساعات العمل شوية لو عندي حاجة في الويك اند، اقعد اعمل بودكاست زي دي. يعني مثلا النهاردة الجمعة، وانا بقالي بتاع 3 4 ايام ما نمتش، وكنت بسافر وبعمل وبدي تريننجز ومش عارف ايه، بس انا حابب اعمل بودكاست وعايز اعمله في حاجة بسيطة كده. اتس اوكي، مفيهاش مشكلة. اقعد اديت مثلا ونزلها على اخر اليوم او بكرة ان شاء الله لو لحقت. فدي فكرة. فهديت، فابتدت الدنيا تهدى حواليا. بجد انا ابتديت احس كده، يعني الحمد لله ابتدى ربنا بقى يكرمني. بص بقى، ما هو هتشتغل في العادي وفي الطبيعي وهتقول يا رب تعالى بقى اديلك بقى. انت ايقنت، اتعلمت الدرس، فهمت. يا رب فهمت، وانا اسف واستغفر الله، ما كانش قصدي، وانا بس كنت فاكر وكذا والدنيا والبلد طيب خلاص، تعالى بقى بالراحه، تعالى اديلك مثلا شغل هنا، تعالى اديلك ايفنت هنا، اروح ادي توك ومش عارف ايه ده. تعالى اديلك سفر هنا، تعالى اديلك حاجه هنا تتعلمها، تعالى اديلك. وبص بقى، الرزق ما بيبقاش رزق فلوس بس، رزق كمان ايه؟ في نجاحك انت ورضاك عن نفسك. دي احلى حاجه ممكن تحسها، وفي الناس اللي حواليك، وبالذات لو انت بتحاول تثبت نفسك. تعالى اديلك حب الناس، ده رزق برضو. ماشي، لان انا برضو في الشغل القديم اللي هو انا بحكي لكم عليه ده، الحمد لله انا ما عملتش مشاكل يعني، بس الافوره بتاعتي دي ابتدت تبان، ابتدت الناس تتضايق. وانتوا عارفين ده لما بيحصل الناس دي بتتضايق، وخلاص. وكان في
يعني خلاص بقى الموضوع ابتدى يكبر وابتدى يدخل في حيز انه ايه، لو كنت كملت كده كانت الدنيا هتكبر بجد. فالحمد لله دلوقتي تعالى ادي لك رزق مثلا حب الناس، تعالى ادي لك رزق النجاح، ان انت مثلا تعمل حاجه تطلع كويسه فالناس تعرف اه الولد ده كويس ما شاء الله شغال على نفسه ومش عارف ايه. وده مش مني، ان انا كنت بعمل ده قبل كده على فكره عادي يعني. يعني مش دي حاجه جديده، انا عملت ده قبل كده. طب امال ايه الفرق؟ تجديد النيه وصدق السعي خلاص، ومعيه ربنا انا عارف يا رب زي ما هتجيب زي ما انا راضي. قلبك ده بقى في تلاجة. فانا بحكي لك ده، مش انا مش جاي لك من اسمها ايه وندرلاند مثلا اللي هي مدينة الاحلام ومش عارف ايه، وبقول لك اعمل كذا وبتاع. بالعكس انا بقول لك ده ياخد شغل وده صعب ومش حاجة سهلة وكل الكلام ده، بس هي دي الفكرة من الفرصة. يعني هي دي اجابة السؤال، الفرصة بتيجي ولا انا اللي بخلقها؟ لا ده ولا ده، لا ده ولا ده. بس انا جاوبت لك على السؤال الثالث، اتعامل معاها ازاي؟ قلت لك. فعشان نلخص بقى سمرايز، اول حاجة انت محتاج نية صادقة، محتاج سعي بالجوارح، ومحتاج يقين وسكينة وهدوء في القلب. ودول مش هيجوا بسهولة، دول لازم، بص لازم آه تدخل، تعبي، اعتبر نفسك كوباية، فلازم تعبي قصص، ولازم تعبي يقين في الله، ولازم تعبي قصص الأنبياء، ولازم تعبي قصص النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقولها سيدنا محمد، ولازم تعبي لازم تعبي لازم تعبي عشان تعرف تدي تاني لبره. لو ده ما مش بيحصلش هتفضل حاسس انه ايه ده، هو ايه اللي بيحصل. فآخر حاجة عايز ارد عليها، رجل الأعمال اللي كان بيقول الحظ ان انت تبقى موجود في المكان الصح في الوقت يعني المناسب، في المكان المناسب في الوقت المناسب وانت مستعد والحظ يجتمع. يعني لازم يجيلك حظ بقى في الوقت ده عشان خاطر مش عارف ايه. ماشي، انا مختلف تماما، لان احنا ديننا اصلا مفيهوش حاجه اسمها حظ. يعني احنا مفيش حاجه عندنا اسمها حظ، مش حاجه اسمها حظ. ايه يعني ايه الكلمه؟ يعني ايه حظ؟ هو انت لازم تبقى بتجتهد، تسعى مع صدق النيه وسكينه القلب، وربنا يفتح لك بقى ابواب الرزق، او يفتح لك النصيب. مش حظ، اسمها نصيب. فعلى اهون الاسباب يجيب لك الفرصه لحد عندك. زي سيدنا يوسف مثلا، هو طلع من السجن بقى عزيز ثانيه واحده بس، يا ثانيه واحده، اجعلني على خزائن الارض. ماشي، لما كان بيقول لعزيز مصر يعني خليني زي وزير الاقتصاد كده او وزير الماليه، ده ليه حصل؟ عشان حلم على اهون الاسباب. حلم، انت متخيل ان انت ان حد يحلم حلم فواحد تاني يبقى وزير ولا رئيس الوزراء ولا مش عارف ايه؟ حلم. والملك كان بيقول ايه؟ استخلصه لنفسي، يعني هاتهولي بقى انا عايزه انا ليا. تخيل لما الملك يسأل عليك مثلا عشان وانت في السجن وانت مش عارف ايه ومغمور ومتلفق لك قضية وقعدت فيه بتاع 7 سنين ولا 9 سنين ومحدش يعرف عنك حاجة وبتاع، هو بيقول لك ايه؟ استخلصه لنفسي، هاتهولي انا عايزه. وبيقول له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. بس خلاص شكرا. فتلاقي اهون الاسباب. يعني انا الشغل اللي انا بحكي لكم عليه دلوقتي ده والحمد لله سافرت واشتغلت وبتاع، جه على اهون الاسباب. جه كده على حاجه بسيطه، اشتغلت على نفسي، وحد رشحني لبوزيشن معين، رحت عملت انترفيو ودنيا كويسه والحمد لله اتقبلت. فمش حاجه اسمها حظ، هو في حاجه اسمها اهون الاسباب. يفتح لك النصيب كده على حاجه بسيطه قوي، تلاقي الدنيا تلاقي الجون جه في المقص، اللي هو يا رب ازاي دي مستحيله. ايوه يا حبيبي، ما هي مستحيل عليك انت. عشان كده بنقول صدق السعي مع اليقين، هي مستحيل عليك انت. ما انت لازم تقول له كده، يا رب يا مستحيل عليا. ما هي لو مش مستحيل عليك يبقى هو ربنا يعني، يعني مش قصدي، بس يعني هو ربنا تأثيره ايه عليك بقى لما هي كل حاجه بالنسبه لك عاديه؟ ما هو انت عقلك ليه ليميت، ولازم انت تقف عند الليميت ده. بس لازم تدعيه هو بالمستحيل، تقول له يا رب ده اخري، واصلا انا عارف ان انا مستحيل اعدي ده، والظروف اللي حواليا بتقول لي كذا، ومستحيل ابقى غني، ومستحيل ابقى مش عارف ايه، ومستحيل اجيب شقه دلوقتي وانا معيش فلوس، ومستحيل اجيب عربيه، ومستحيل اترقى في الشغل، كل حاجه مستحيله. بس انت رب المستحيلات، ما هو سبحان الله، امال ايه؟ طيب
فانا عارف انك هتجيب لي وهتعمل لي وهتجيب لي الشقه وهتجيب لي العربيه وهتجوزني وبتاع. هي بتمشي كده. صدق السعي مع سلامه القلب واليقين والهدوء. ماشي. فتاني مفيش حاجه اسمها حظ، احنا عندنا حاجه اسمها نصيب. بنشتغل، ربنا بيجيب لك الفرصه لحد تحت رجلك على اهون الاسباب، فرصه الانسب ليك. بس كده. شكرا ليكم. انا عارف ان انا طولت، وعارف انه السيت اب ممكن ما يكونش احسن حاجه، ممكن يكون في نور بيجي على عيني في البتاع، في الشمس يعني، الشمس بتجيب نور على عيني في النضاره. مكان جديد عليا، بس انا لسه بستكشف، ما جبتش كمان الترايبود، فبحاول معاكم يعني. شكرا ليكم، وشكرا لو سمعتوني لحد دلوقتي. أنا عارف ان انا الحلقه انتنس شويه، او يعني تقيله كده شويه، دسمه شويه كده، فشكرا على كل حاجه. واتمنى ان شاء الله لو عجبتكم الحلقة تشوفونا على سبوتيفاي انغامي بودكاست، وممكن تشوفونا على اليوتيوب برضو، تعملوا سبسكرايب، ويا ريت تعملوا شير للحلقة دي مع حد واحد بس. لو كل واحد عملها شير مع حد واحد هيفرق معانا جدا في الكونتنت. مش عايز اوقف صراحة تاني، الموضوع صعب شوية لانه بطيء شوية، بس تاني عارف ان ده النصيب او ده الخير اللي ربنا كاتبه لي. بس انا اهو باخد بالاسباب وبقول لكم ساعدوني، فده برضو اخذ بالاسباب. شكرا ليكم، شكرا على وقتكم، شكرا انتوا اتفرجتوا عليا. اكتبوا لي في الكومنتس، بحب جدا اتناقش معاكم. الى اللقاء ان شاء الله في حلقة جديدة. الحلقة الجديدة غالبا هتبقى في عمان برضو. سلام.